اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. ازيكم يا اماراتي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قد الدنيا دي كلها. النهارده كده راجعه لكم بيوم جديد وروتين جديد. روتين النهارده كده عن ميزانيه شهر ديسمبر، والمشتريات اللي احنا اشتريناها كلها في شهر 12 باسعارها ان شاء الله. باذن الله كده تستفادي من الفيديو. ما تنسينيش بس يا امرايه كده بلايك. وتعالوا نبتدي باول حاجه جبتها معايا، زيت السندباد. جبت ازازتين زيت السندباد، الازازه واحده لتر ب70 جنيه، فجبت الاتنين دول ب140 جنيه. انا كان فاضل عندي ازازة ونص من بتوع التموين، فطبعا كده هيبقوا معايا 3 ازاز ونص تقريبا موجودين الحمد لله. جبت كمان معايا ازازتين خل السندباد، الازازة الواحدة ب12 جنيه ونص، فكده الازازتين معايا ب25 جنيه. وانا كان عندي ازازة قديمة فاضل فيها حوالي كوباية، طبعا يعني هتنفع معانا مش هتخسر. طبعا الخل من الاحتياجات والاساسيات اللي موجودة معاكي في كل بيت. جبت كمان معانا كيسين سكر اللي هو يارا، الكيس الواحد ب35 جنيه، فجبت الكيسين معايا ب70 جنيه. وانا كان فاضل عندي كيس ونص برضو من بتوع التموين. انا باخد فرد واحد في التموين، فطبعا جبت شهرين مع بعض اللي هو شهر 11 و12، رحت جبتهم مع بعض، ما بروحش كل شهر اجيب كل شهر لوحده، جبت الشهرين مع بعض، فكان طبعا فاضل عندي. المهم بقى يا امارات، جبت معايا بقى فول عشان ندمسه ان شاء الله لانه هيوفر معايا كتير جدا. جبت اللي هو الكيلو ده، كده كيلو جبته ب48 جنيه. جبت كمان كده معانا اللي هي الفاصوليا البيضة، جبت نص كيلو معايا ب50 جنيه. جبت نص كيلو عدس اصفر ب30 جنيه. وجبت نص كيلو عدس بجبة برضه ب30 جنيه، الاتنين زي بعض، الكيلو ب60. جبت نص لوبيا ب60 جنيه. وجبت نص حمص الشام عشان ان شاء الله طبعا الشتاء والكلام من ده اعمل الولاد، جبته ب30 جنيه. وجبت كيس السحلب ده ب25 جنيه تقريبا. جبت شوية الحاجات دي طبعا هتفرق معانا كتير جدا. وطبعا انا يعني احنا في الشتاء يعني بنحب الاكل كتير، هو الشتاء عامة بتجوع، فطبعا بنجيب البقوليات في الشتاء اكتر ما بنجيبها في الصيف، فطبعا هتفرق معايا كتير. المهم هنركنهم كده على جنب ونكمل بقى بقية المشتريات اللي احنا جبناها. جبت كده برطمانين اللي هما مرقة الدجاج اللي انتوا شفتوهم دول، الواحد ب17 ونص، فجبت الاتنين ب35 جنيه. جبت باكو الشاي اللي هو ال100 جرام، طبعا لا غنى عن الشاي طبعا معانا، في ناس ما بتحبوش بس احنا بجيب انا الباكو الصغير دوت، جبته ب23 جنيه. جبت 4 بكاوي اللي هو البيكنج باودر، الواحد ب3 جنيه يعني الأربعة ب12. وجبت معايا 6 فانيليا، الواحد بجنيه يعني جبتهم ب6. جبت معايا المكرونات بقى طبعا عشان ان شاء الله برضو هنعمل مع بعض كده كشري، وانا طبعا من محبين المكرونه، كنت في الاساس بجيب شكاره، فالمره دي كده قلنا كده عشان الميزانيه عايزين نوفر معانا شويه، فجبت معايا كيلو مكرونه سباكيتي و2 كيلو مكرونه اقلام وكيلو مكرونه مرمريه، عشان ان شاء الله دي اللي هنستعملها معانا كده في الكشري، طبعا ب88 جنيه يعني كل كيلو ب22 جنيه. جبت نص كيلو نشا ب24 جنيه، انا كنت قايله له هات ب20 جنيه، فقال لي النص كيلو ب24، قلت له مش مشكله هات نص كيلو، فجبت النص كيلو ب24 جنيه. جبت هنا 2 كيلو دقيق، الكيلو ب20 جنيه، جبت ال2 كيلو ب40 جنيه. وانا كان عندي كده دقيق قديم موجود عندي، عشان ان شاء الله كده هنعمل للولاد كيكات، وهحاول كده اعمل لهم قراقيش، وربنا يعيننا كده الله المستعان. طبعا الحاجه دي بتبقى موجوده معانا كده في البيت، كده بيبقى خير وبركه ورزق كده موجود معانا في البيت، ربنا يملى بيوتكم جميعا يا رب بالخير والبركه يا رب العالمين. جبت بقى كمان معايا امارات كرتونة البيض، جبتها ب155 جنيه. طبعا اضحك عليكم لو قلت لكم ان الكرتونة دي هتقعد معايا شهر، الكرتونة دي كبيرة معايا اسبوع 10 ايام، يوم ما اكون بقى كده بحافظ عليها، لان طبعا البيض بيخش معاكي في فطار وفي غدا وفي عشاء، فلا غنى عنه بصراحة، وطبعا هو بروتين حلو للولاد. فانا جبت الكرتونة دي ب155 جنيه. طبعا شوية مشتريات بسيطة، بس بصراحة بتلاقيها كده في الاخر عملوا معاكي مبلغ محترم. طبعا مش كل دي مشتريات الشهر، في حاجات تانية انا هجيبها، بس احنا كده بنحاول نظبط الميزانية مع بعض بالحاجات الاساسية اللي المفروض تبقى موجودة معانا في البيت. وطبعا زي ما قلت لكم البقوليات اهم حاجة بتبقى موجودة معاكي في الشتاء، لان الشتاء بيأكل وبتعوزي كل يوم اكل وطبيخ، بالاخص البيت اللي بيكون فيه اطفال صغيرين، ربنا يعيننا جميعا يا رب عليهم ويرزقنا برزقهم يا رب العالمين.
جبت برضو على فكرة حاجات تاني معايا، جبت معايا قالب زبدة هوريهولكم في الاخر كده، كنت نسيت وانا بروق يعني بوريكم. كنت طلعت بقى في الاول المنظفات، فهنا جبت بقى اللي هي الايس بونش اللي هي الروماني ديت ولا الرومي ديت. جبتها الواحدة ب15 جنيه، الكيس ب15 جنيه، فجبت الكيسين دول ب30 جنيه. جبت صابونة دش زي ما قلت لكم، انا مهتمية بالمقاطعة جدا وما بحبش اي حاجة بمقاطعة، وصابونة دش جميلة ورخيصة وريحتها حلوة، بس اللي ورقتها سمرة بس. يعني انا بجيب منها اللي هي الالوان والحاجات دي ريحتها مش بتعجبني خالص، ما بيعجبنيش الا اللي هي ورقتها سمرة اللي لونها اسمر في دهب دي. هي الصابونة الواحدة ب10 جنيه، جبت الاربعة ب40، وانا كان عندي واحدة بس بصراحة نسيت اوريها لكم، وكان عندي عدس وعندي شوية حاجات كده. طبعا انا كنت قبل ما انزل بصيت كده في الحاجات اللي عندي وعرفت انا هحتاج ايه، ما كانش عندي بقى مسحوق خالص. فطبعا انا كنت جبت معاكم العرض ده قبل كده برضو ب110 وكان عجبني، وطبعا وفر معايا. الكيس ده هو 2 كيلو وعليه العرض اللي هو الكيس الصغير ب10 جنيه ده، فطبعا كده ما ترددتش وجبته على طول، لان انا كنت مجربة العرض قبل كده وكان عاجبني. جبت معايا سلك المواعين الناعم جدا ده، عايزه اقول لكم ده عشقي، انا ما بقدرش استغنى عنه في غسيل الالمونيات، وبصراحة بينظف معايا الدنيا، بس بتعوزي تشطفي كويس جدا بيه. جبت معايا الحته دي كده ب20 جنيه، انا بصراحه معرفش وزنها قد ايه، انا رحت قلت له عايزه ب20 جنيه سلك، فطبعا هو وزنها لي وجابها لي، فمعرفش وزنها بالظبط قد ايه. بس سلك الالومنيا ده بصراحه من الحاجات اللي انا ما بقدرش استغنى عنها، لانه بيفرق معايا كتير جدا في تنظيف الالومنيا والاستانلس والكلام من ده، والحوض والبوتاجاز. انا بحب السلك الالومنيا وجوده في البيت، فلازم تشطفي حاجتك كويس جدا بعد ما تستعملي. هنا بقى دي شوية الحاجات اللي انا جبتها. انا كان عندي بقى اللهم لك الحمد، كان موجود عندي رز، كان عندي شكارة 25 مقفولة، ونص شكارة كمان، عندي نص شكارة شعرية، عشان كده انا ما اشتريتش لا رز ولا شعرية. عندي لسان عصفور، عشان كده برضو نسيت اوريهولكم فما اشتريتوش. انا قبل ما انزل زي ما قلت لكم بصيت في الحاجات اللي ناقصاني بس، وبدات ان انا اكملها، لان بصراحة بقت ميزانية البيت ومصروف البيت مش مستاهل ان انت تجيبي زيادات موجودة عندك. فالله المستعان، ربنا يعيننا جميعا كده. جبنا اللي انا محتاجاه. جبت كمان على فكرة هوريكم كده معايا، جبت قالب زبدة فيرنا، جبته ب145 جنيه. وانا كان عندي اصلا علبة كريستال اللي هي الزبدة الصفر، كريستال بالزبدة الصفرة، كان عندي العلبة اللي هي كيلو ونص، كنت لسه يا دوبك فاتحاها، خدت منها مرة او مرتين، هوريها لكم دلوقتي. طبعا احنا عارفين ان الحاجات دي كلها طبعا مش صحية، بس طبعا الزبدة البلدي او السمنة البلدي بقت يعني بمبلغ وقدره، فالله المستعان ربنا يعيننا جميعا. دي هنا كده الكريستال اللي عندي، كنت لسه يا دوبك فاتحاها ولسه يا دوبك واخده منها، فطبعا ان شاء الله الحاجات دي تكفي وتوفي معايا الشهر كله. يا رب كده تكونوا يا امارات استنفعتوا معايا بالاسعار وعرفتوا الاسعار اللي نفسكم تعرفوها. اشوفكم في يوم جديد وروتين جديد، مع السلامه.